شوف خلينا نبلش هون. نكسر. يلا تعال. يا شو؟ نبلش مع بعض. فيديو؟ شو عم تحكي يا حبيبي؟ يلا واحد نبلش تصوير. انا شو بدي احكي؟ ولا شيء انت بس وقف. هيك سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بفلوج جديد، واليوم عندنا فلوج هو مالت شو اسمه ستارت اب سيتس اللي مقدمينه هو فكرة المشروع. فهلا عم ناخذ ريفيو الطلاب من الجامعات والمعاهد والمدارس، وعم نشوف شو هي المشاكل وكيف نساعد بحلها، وناخذ نعمل نطور مشروعنا لأكثر وأكبر. وخليكم معنا لنشوف الفلوج. تفضل. مقطع مرتب. حلو حلو. هاي فيديو بعدين بتوصل على كمل على خلص فرق. بس ان شاء الله يكون صوتنا طالع. وقبل ما نطلع طبعا من المعهد اخذنا اذن. كيرو كمان شو السبب؟ ايه هلا اخذنا اذن احنا لانه اليوم عندنا معهد، فاخذنا اذن من المعهد لحتى نكمل المشروع ونشوف الجامعه والمعاهد والمدارس الباقيه. يا اليوم احنا تركنا الصف لحالين وروحنا، معنا عطلة 3 ايام. والله بس بكره صعبة، بكره في عنا ريفيو مع الطلاب وان شاء الله نقدر. بكره صعبة لان عنا ريفيو مع الطلاب، وان شاء الله نقدر نتواصل مع الطلاب منيح. مظبوط زي ما هذا. وفي هيك مقابلات، يعني ان شاء الله نقدر نجاوب على الكل. سيارات كثير يا الله، نفسي اشوفنا في الطريق بالسيارات. مرحبا اعزائي المشاهدين، معكم ما بعرف شو بدي احكي بقى. نعيد الفكرة. بكرة عندنا مقابلة مع ريفيو مع طلاب، ونسألن عن المشكلة نفسها، المشاكل اللي بيواجهوها بهذا المشروع تبعنا، ونلاقي ناخذ المشاكل ونقدر نحلها. وهيك يعني بكرة كثير صعب لأنه في عندنا مدرستين ثلاثة تقريبا، شي 3 مدارس ومعهد شو جامعة هلا سكر. هذا شنو هذا؟ وقف الشارع، شوف كيف وقفوا. واحد خايف. وصلنا على جامعة العزم، هلا بدنا ناخذ اذن من الاداره طبعا، ونشوف اذا بيعطونا ولا لا، ومشان نعمل انترفيو مع الطلاب. ليتس جو.
عملنا إدارة العزم طبعا هن وافقوا بس لكن محتاجوا أكثر من يوم لحتى يرتبوا الأمور وياخذوا يعلموا الطلاب إنه في عندهم في شيء يعملوا انترفيو معي. مش اكثر من يوم، نبعث لهم ايميل اليوم عن الشيء اللي بدنا نعمله، واليوم الثاني ببعثوا للطلاب وبقولوا لنا كل شيء. هاي طبعا بعد ما عندنا حل من الحلول اللي بعد ما قلنا شو اسمه ما في من قبل فيس تو فيس. عرفتوا؟ هي جامعة العزم.